ازيك يا دكتورة منى؟ ازيك يا بروفيسور جوش؟ حلقتنا النهارده اسمها ايه؟ الذاكرة والذكريات. عندنا حكاية؟ عندنا حكاية. اتفضلي. طيب، النهارده حكاية الأستاذ إسماعيل. الأستاذ إسماعيل موظف مجتهد جدا لدرجة إن هو قضى ساعتين زيادة النهارده في شغله. alright. وهو مروح البيت طبعا منهك من الصراعات اللي حصلت خلال اليوم والمسؤوليات اللي عليه، وبعد كده هو قرر يعدي يجيب كمان شوية فاكهة علشان ياخدهم مع البيت. طب ده انا حاسس بيه وحاسس بتعبه. أيوه. وكمان رايح يجيب فاكهة كمان. طيب بالظبط. ده الامور ماشية كويس. الراجل مجتهد جدا وبيحاول بقدر الامكان. ركن عربيته وبعد كده دخل المفتاح في الباب وفتح الباب. فتح الباب بس لقى زعيق ودوشه وصوت عالي جدا والعيال بتتخانق. قال اوكي، الحوار بتاع كل يوم. رايت. ودخل على المطبخ، بس لقى مراته واقفه في المطبخ فبيقول لها عندنا ايه اكل النهارده؟ ردت مدام مروه على استاذ اسماعيل: انا طول النهار شغاله، هو مفيش مراعاه واحساس، طلبات طلبات طلبات، انا هلاقيها منك ولا من ولادك؟ هو انا الجاريه بتاعتكو؟ هو يعني اعمل ايه علشان اعجب؟ هو مفيش اي تقدير ابدا. وراحت خارجه وهي غضبانه جدا من المطبخ. وهو اكيد زعق. يعني الراجل تعبان معذور، بدا هو كمان يزعق. alright. فدخلنا في خناقه كبيره جدا، وبداوا الاولاد بعد ما كانوا صوتهم عالي بيلعبوا وبيتخانقوا بداوا الدنيا تهدى فجاه، يسكتوا وعينيهم تبرق وعينيهم تبرق، صح، ودانهم تسمع. ودانهم تسمع. وبدأ يبقى فيه خوف ورعب، وبدأت كل الناس في البيت تفتكر مرتاحين ولا تعبانين ولا ايه اللي بيحصل. الصوت طلع بره البيت. الصوت طلع بره البيت والكل خايف والكل مشاعره كتيرة قوي، وفي خوف ورعب وقلق وتوتر وعدم راحة وعدم انسجام. بس الاستاذ اسماعيل كل اللي عمله ان سأل هو في اكل النهارده. ما هو ده حقيقي، بس تفتكر لو سألنا نفسنا ليه مدام مروة ردت بالطريقة دي؟ طب ما تيجي نسأل مدام مروه. نسأل مدام مروة، تفتكر هتقول ايه؟ هتقول حسيت انه مش مقدرني، مش مقدر تعبي طول اليوم. تفتكر الإحساس ده جه فجأة ولا بدأ ايه اللي حصل مع مدام مروة؟ يعني ايه الإحساس ده جاي من فين؟ مدام مروه في حاجات حصلت في الذاكره عندها. في حاجه استاذ اسماعيل عملها، او هدوم كان لابسها، او السيناريو كله فكرها بحاجات من الطفوله. برافو عليك، هو كان لابس بدلة لونها بني، alright. وكيس الفاكهة اللي في ايديه كان لونه اسود. ولما دخل وحطه وبعدين سأل الأكل ايه النهاردة، هو أول ما سأل السؤال ده هي حست بفيض من المشاعر، الخوف والقلق والتوتر وعدم الراحة، وبدأ ردود أفعالها تبقى فيها إن أنا بحمي نفسي، أنا بدافع عن نفسي، أنا عايز أفسر إيه اللي بيحصل، بس كمان في غضب كبير جدا. بس في حاجه غريبه هنا، في حلقه مفقوده، لان الاستاذ اسماعيل قالوا الراجل ما قالش حاجه وحشه، الراجل سأل سؤال، ففي حلقه مفقوده، في حاجه اتفقدت في الوسط. وده صح، والحلقة المفقودة دي هي فكرة الذاكرة الخفية. بالظبط، لان الذاكره في منها نوعين. في ذاكره implicit، ذاكره خفيه، وفي ذاكره explicit، ذاكره ظاهره. الذاكره الخفيه باختصار لما بنتذكر بدون ما نعرف ان احنا بنتذكر، بدون وعي. بدون وعي. يعني لما بنسوق السياره ما بقعدش افكر احرك الفتيس الحركه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، خلاص انا اتعلمت هتتحرك ازاي بفكرش. وهتلف ايدك ازاي. كل ده انا اتعلمته، اصبح جزء من الذاكره وتخزن. مع ان انت اول ما كنت بتتعلم اول مره خالص ركبت العربيه كان لازم افتكر، بالظبط، بس كنت مع بتحاول. التكرار خلاص. ففي الاول كانت ظاهره، كنت واعي انا بعمل ايه وبحرك ايه وايه الخطوات، كانت explicit وظاهره. بعد كده الحاجات بالتكرار لما اتكررت بالزبط. وعشناها اكتر من مره، ودي اكتر في الحركات او في المهارات الحركيه. بالظبط، يعني حتى لما بعمل كوبايه شاي او ساندوتش، حتى لما بلبس الكرافته بتاعتي واحطها، كل ده ذاكره خفيه. بالنسبه لك انت عشان لبستها كتير، بس في ناس لسه. بالظبط، بس الذاكره الخفيه مهمه جدا لحياتنا. هي اللي بتنظم حاجات كتير قوي، وهي اللي بتحمينا. انا قبل ما اعدي الشارع في حاجه بتفكرني ابص يمين وشمال. لو انا جزء من الذاكره ده راح هيحصل حوادث.
فدي الذاكرة الخفية. وزي ما شفنا في حكاية إسماعيل ومروة بتلعب دور كبير قوي في تصرفاتنا. بس برضو في الذاكرة الظاهرة الاكسبليسيت، اللي أنا بعمل مجهود عشان أفتكر، إن أنا أجاوب سؤال في الامتحان، إن أنا أفتكر أنا اتغديت إيه النهاردة، أنا رحت فين امبارح، فلان اسمه إيه، معادي بكرة إيه. دي ذاكرة ظاهرة. ففي نوعين من الذاكرة، الذاكرة الخفية والذاكرة الظاهرة. تفتكري أنهي واحدة فيهم بتلعب دور أكبر في سلوكنا ومشاعرنا؟ زي ما قلنا العقل مركب قوي وبيستعمل وظائف كتير، في حاجات احنا بنبقى واعيين ليها وحاجات ما بنبقاش واعيين ليها. يعني من اول فكره صوت الباب في المفتاح والعربيه وهي بتركن، الاطفال الصغيرين او مدام مروه مثلا ممكن تكون هي دي الحاجات اللي بدات عندها الرعب او القلق. بالظبط. انت عارفه احنا لما رجعنا لمدام مروه وبدانا نحل الحكايه دي بينها وبين اسماعيل جوزها، مروه اكتشفت حاجات غريبه قوي. اسماعيل لما دخل البيت لابس البدله البني وقت الظهر، تعبان وعرقان ومتضايق وبيسال على الاكل، ده كان نفس الخناقه اللي حصلت بين باباها ومامتها وعيالها اللي بيسمعوا الحكايه وهم خايفين. كانت هي تسمع بابا وماما بيتخانقوا مع بعض. للاسف يوميها يوم ما باباها ومامتها اتخانقوا مع بعض اتطلقوا، ودي كانت التروما، كانت الصدمه في حياه مروه. جوزها راجع للاسف حط ايده من غير ما ياخد باله على نفس نقط المواقع الحساسه اللي انشأت فيها الخوف والرعب والرغبه انها تدافع عن نفسها. تفتكر هي كانت واعيه او فاكره او ربطت الامور ببعض في الوقت ده؟ اكيد لا. هي ما وعيتش غير لما بدانا نعمل تحليل نفسي معها. لكن الذاكره معقده زي ما قلت قبل كده، المخ كله معقد. الذاكره معقده لدرجه ان الذكريات بتاعتنا مش هي بالظبط اللي حصلت. الذكريات مش زي الفوتوكوبير، مش زي مكنه التصوير. يعني لا، مش كده خالص. لما بتخش الذاكرة جوانا بتتأثر بالطفولة، بالإحساس، بالمشاعر، بالرغبات، بالتوقعات، وبتطلع بشكل تاني. وده هياخدنا للجزء النظري بتاع النهارده، الجزء اللي في العقل اللي مسؤول عن تقسيم وتخزين الذكريات ونقلها من قصيرة المدى لطويلة المدى وترتيبها وتوزيعها على المراكز المختلفة. احنا بنسميه الهيبوكامبس او المايسترو بتاع الذكريات، وبالعربي اسمه فرس البحر. فعلا؟ طبعا، لانه شبه فرس البحر. هو شبه الفرس البحر كعضو او كمكان في العقل، بس كمان ده بيشترك مع اماكن تانية مختلفة في الدماغ. يعني زي ما احنا قلنا الحاجات الحركية بتتخزن في اماكن معينة مع الهيبوكامبس، او الحاجات اللي ليها علاقة بمشاعر قوية او بالخوف او بالقلق اللي فيها ردود افعال سريعة بتشترك مع الحارس اللي هو الاميجدلا. بالظبط. والحاجات التانية اللي ليها علاقة بالتوازن برضو زيها زي الحاجات اللي ليها فكرة ان انا بركب عجلة وبنسق بتشترك مع مراكز تانية زي السيربيلم والبيزل جانجليا. يعني والذاكرة البصرية بتتخزن في اماكن مختلفة، والذاكرة السمعية يعني انا ممكن اشم حاجات تستدعي ذكريات، تفكرني بحاجات. بالظبط. مجرد الريح حد فكرتني بحد او استدعت مشاعر ليها علاقة بشخص تاني. هو الرائع في كلامك عن الهيبوكامبس ان هو جزء من الليمبيك سيستم اللي مسؤول عن المشاعر والتفكير. بالظبط. فمرة واحدة لقينا ان الحوادث الذكريات دخلت مع المشاعر، اتحدوا ببعض والشكل اصبح مختلف. هي دي النقطة، وهو ده اللي بيخلي الموضوع مش عامل زي مكنة الطبع ان الحاجة بتطلع بالظبط، لا ده الحاجات بتتركب وبيطلع اشكال مختلفة. بالظبط. الاستادي كنا بنتكلم فيها من كام يوم، استادي ظريفة قوي. ان هم جابوا مجموعة ناس 20 قعدوهم في أوضة، وعرضوا عليهم فيديو وعطوهم كويستشنير، أسئلة إجابات صح وغلط. وعرض عليهم فيديو حادثة عربية وفيها حد بيتخبط بالعربية، وكلهم شافوا نفس الفيديو. وسألوهم نفس الأسئلة. بس لقوا حاجة غريبة قوي. معظم الناس قالوا إن الإزاز بتاع العربية، الويند سكرين بتاع العربية اتدشدش في الحادثة. في الحقيقة الفيديو ما كانش فيه كده فعلا. معظمهم قالوا ان كان في دم على الارض وعلى العربيه. وفي الفيديو ما كانش فيه كده. طب تفتكر الكلام ده جه منين؟ توقعاتهم. ايوه، دي حادثه، فطالما حادثه انا بتوقع من خبريات الماضي ان الازاز يكسر يكون فيه دم. فدخلت التوقعات مع الحقيقه وكونت ذكريات جديده. يعني الحاجه اللي بشوفها او بعيشها او بسمعها بتخش جوه عقلي وبتركب على حاجات موجوده اصلا جوه عقلي وبتبدا تخرج اشكال مختلفه. وده حقيقي. بس ده برضو
في نوع من الخطر الاجتماعي لينا. يعني واحد من حبايبي اللي بتعامل معاهم لما سمع حكاية إسماعيل ومروة وافتكر نفس الحكاية مع مراته، قال لي عارف يا دكتور، أنا حاسس دلوقتي إن أنا بدفع فواتير حد غيري. وده حقيقي، وأجيال بتسلم أجيال بتسلم أجيال. يعني أولاد إسماعيل ومروة لما وقفوا يتفرجوا عليهم وهم بيتخانقوا، حتى لو ما طلقوش، أكيد برضو ده سبب تراكمات من مشاعر أو من ذكريات بشكل معين. يبقى ذكريات أولادنا وإزاي بيكونوها وإزاي بتتراكم حاجة مهمة جدا في تربيتهم، ومهمة مش في تربيتهم هم، تربية أولادهم كمان. بالظبط. فدي حاجة مهمة قوي. النقطة بتاعت النهاردة إيه الاستراتيجية اللي ممكن نساعد أولادنا عشان ذكرياتهم تتكون بطريقة صحية للمستقبل. الهدف من كل حاجة بنعملها هي ان احنا نستغل المواقف اليومية، فمهم جدا واحنا بنتخانق نفتكر ان اولادنا سامعين وشايفين وبيعيشوا التجربة دي، فدي نقطة مهمة. احنا عندنا كذا استراتيجية تساعد الاولاد على ان هم ينشطوا الهيبوكامبس او فرس البحر او المراكز المختلفة وتشاركوا. هنقول 3 النهاردة. 3 حلو، 3 كويس، جميل. اوكي. اول واحدة اسمها افتكر تفتكر. اوكي. هنلعب معاهم واحنا رايحين واحنا جايين في العربية او رايحين مشوار او قاعدين على السفرة، هنعمل لعبة بتنشط الذاكرة شوية. ممكن الاولاد بيحبوا اول فوازير وبيحبوا ان انا اشترك معاهم، فممكن اقول لهم كل واحد فيكم النهاردة يقول لي حاجة فرحته وحاجة زعلته وحاجة ما حصلتش، وانا هقول له ايه اللي فرحه ايه اللي زعله وايه اللي ما حصلش. متهيألي ده هيبقى فن في العربية واحنا مع الاولاد. It is fun. ما هي جزء كبير من اللي احنا بنحاول نعمله انها العاب احنا كمان بنستمتع بيها، لان دي جزء من تركيب الذكريات، ان احنا كمان بنستمتع مع بعض وبنعمل الحاجات دي مع بعض وبنشارك. وفرصة ان انا اعيش اللحظة مع اولادي، فرصة ان انا اشوف ايه اللي حصل في حياتهم. وحكاية الجيم اللي بنعمله وفكر تفتكر مهمة جدا جدا. ويتشجع ان هو يشاركني ايه اللي حصل في يومه من غير ما يحس ان ده واجب او فرض عليه وان انا بستجوبه او تحقيق. يس. موضوع التحقيق ده بيفرق معاهم قوي. فدي اول نقطة، افتكر تفتكر. اول نقطة افتكر تفتكر. في واحدة التانية انت بتحبها قوي، التانية انا بحبها قوي، بحب حكاية اليوم. حكاية اليوم ان انا في اخر اليوم بقعد مع مراتي واولادي قبل ما ننام ونبدأ نحكي حكاية اليوم كله. حكاية اليوم اللي بدأت ان احنا صحينا متأخر وجرينا بسرعة وكنا مستعجلين عشان نلبس ويا دوبك لحقنا اتوبيس المدرسة وكنت بجري عشان امسكه والسواق وقف وصاحبي اللي كان قاعد جنبي واللي حصل في المدرسة ولما رجعنا وكنت متضايق من الواجب وخلصته. كل واحد فينا بيحكي حكاية اليوم. اهم حاجة فيها ان في نهاية اليوم بنفكر بعض بايه؟ ان احنا مع بعض، ان احنا مع بعض في وان احنا امان. فالاحساس بالامان في اخر اليوم بيخلي الذكريات كلها ترتبط في الاخر بالحب والامان واحنا قاعدين مع بعض، فتبدا الملفات تترتب بطريقه سليمه وباستقرار من غير ما تتربط بالخوف والقلق والتوتر. يعني حتى لو في خوف، الخوف المشاعر كلها موجوده وبعد بالزبط. كده بترجع تاني نستقر. وانا دوري كأب وكأم ان انا افكر اولادي صحيح الحاجات دي حصلت، صحيح بتحصل وممكن تحصل كل يوم، لكن في نهايه اليوم قاعدين مع بعض في امان واحنا عيله واحده وان احنا بنسند بعض. فدي تاني نقطه اللي هي حكايه اليوم. اوكي. ثالث واحده فكره كتاب الذكريات. لو في ايفنت او في حدث مهم في حياتنا زي مثلا صاحبي مسافر وانا زعلان قوي ان انا هفتقد الشخص دوت، او انا هنتنقل من مكان للتاني وفي ذكريات وفي ناس، او حفله تخرجي او اي حدث في حياتي، والحضانات كتيرة بتعمل القصة دي. فكرة ان كل شهر احنا ايه النشاط اللي عملناه، بجمع قصائص الصور وخليه اشجعه ان هو يحط حاجات تفكره بالموقف، سواء قصقوصة من قميص او شكل اللعبة، او حتى يكتب حاجة بسيطة جنب الصورة او جنب القصائص اللي احنا بنجمعها، ونجمع الحاجات دي في كتاب واحد ويبقى ده كتاب الذكريات. كل طفل ليه كتاب الذكريات بتاعته اللي فخور بيه. هقولك على حاجة غريبة، حتى نفس الاستراتيجي دي بنستخدمها مع كبار السن. ناس كبار السن خصوصا لما الدنيا تبدأ تتغير ونسيب بيتنا ونروح نسكن في حتة تانية، بيبدأوا يفقدوا الإحساس بوجودهم، الإحساس بالكيان. فبنعمل اللايف ستوري، وفي اللايف ستوري زي ما شرحنا بالنسبة للأطفال بنجيب رينج بايندر وبنبدأ نعمل تكوين لكل الحياة بتاعتي من الطفولة للشباب للنجاح
واوصل لان انا فين دلوقتي. فاحنا اتكلمنا على افتكر تفتكر، اتكلمنا على حكاية اليوم، واتكلمنا على كتاب الذكريات. جميل. ودي كانت حلقة الذاكرة والذكريات. عايزين نشجعكم ان انتوا تحاولوا ترتبوا ملفاتكم وتساعدوا اولادكم ان هم يرتبوا الملفات. نشوفكم الاسبوع الجاي. في الذاكرة والذكريات بنتعرف على دور أكتر من مركز في العقل لترتيب وتخزين المهارات والذكريات، زي البريفرونتال كورتكس اللي مسؤولة عن الذكريات قصيرة المدى والذاكرة العاملة اللي هي الوركينج ميموري. أما الهيبوكامبس فهو مسؤول عن توزيع وتخزين الذكريات ونقلها من قصيرة المدى لطويلة المدى. ولما يكون في مشاعر، الأميجدلا بيكون لها دور كبير إنها تربط المشاعر ببعض. أما المهارات الحركية بتتخزن في داخل البيزل جانجليا والسيريبيلم. الاستراتيجيات بتركز على ازاي اشجع اولادي انهم ينشطوا مراكز الذاكرة لترتيب الملفات بطريقة صحية وامنة. الاستراتيجية الاولى افتكر تفتكر، هلعب فوازير مع اولادي علشان اساعدهم يرتبوا الذكريات والاحداث. الاستراتيجية الثانية قصة اليوم، كل يوم قبل النوم اراجع معاهم بعض احداث اليوم، افتكر دايما اني اوصلهم للامان. الاستراتيجية الثالثة كتاب الذكريات، أساعده إنه يوثق الأحداث المهمة في حياته بإنه يجمع الصور والقصائص، وكمان نكتب عليها أفكارنا ومشاعرنا في خلال الحدث دوت.